السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذ نبيل. نحن نتحدث عن من يقف خلف هذه الجماعات الإرهابية، الميليشيا المتطرفة التي تحاول التي تزرع الجريمة والقتل وتمزق النسيج الاجتماعي والوطني. من يقف وراء هؤلاء النسيج، من يقف وراء ما يجري في اليمن هما اثنان لا ثالث لهما. نعم. هما ميليشيا الحوثي المحتضنة لإيران، وعلي عبد الله صالح الذي ارتمى أخيرا إلى أحضان إيران بعد أن كان يتعامل معها بدبلوماسية سارة وبانتهازية سارة وبأسلوب سري سارة عندما كان في الحكم. علي صالح ارتمى إلى أحضان إيران الآن بكل ما أوتي من قوة، بكل أساليب وبكل وقاحة بعد أن عاش باليمن 33 عام. الحوثيين معروف على نشأتهم، ومن يقرأ تاريخهم علينا أن نقرأ نحن المتعلمين أو كل من له شأن في وسائل التواصل الاجتماعي أن يقرأوا أصول الحوثي. أصوله أساسا جاءت من إيران على مدى التاريخ، لأن لهم ألف سنة ولهم امتداد تاريخي وفكري بإيران. حسين الحوثي ووالده تربوا في إيران بعد أن انشلوا عن حزب الحق في عام 90 بعد أن حدث خلاف فكري، الذين يرون في الديمقراطية والذين يريدون في الأئمة في البطنين وهم حسين الحوثي وغيره، وحصل انشقاق في حزب الحق الزيدية لحالها وهو خرج إلى إيران. ومعروف أنه وتاريخهم إجرامي، تاريخ الطائفة هذه إجرامي منذ آلاف السنين. كلما كانت تضعف الدولة يأتوا يتقدمون إلى صنعاء يحتلوا البلاد وفي غفلة، مثل ما فعلوه مؤخرا وعاشوا في الأرض فسادا على تاريخهم في اليمن. علي عبد الله صالح أراد الثأر لنفسه لأنه اعتبر اليمن ملكية له وله ولعائلته، وأخذ الآن يسأر من اليمن. فما يجري في اليمن هو علي عبد الله صالح يريد أن يسأر لنفسه، وكذلك ارتمى إلى أحضان إيران. الحوثي معروف أنه ابن إيران ومراهق مران، هو ابن إيران المدلل. فما يحدث هو الآن في اليمن هو ناتج عن الناتج الفكري وناتج الاستبداد الذي ورثه علي عبد الله صالح على مدار السنوات. إذا أنت تؤكد أن من يقف خلف هذه الجماعات، جماعات العنف والإرهاب، هي جماعتين لا ثالث لهما. بالطبع البعض يقول أن ميليشيا الحوثي أيضا تحظى برعاية تامة منذ نشأتها لصالح. نعم، هي تحظى. هناك أفراد في الحرس الجمهوري وكانوا موالين لصالح، كان هناك قادة ميدانيا أثناء حرب الفرقة مع حسين الحوثي. كان هناك قادة ميدانيين، يوسف المداني وغيرهم كانوا قادة في الحرس الجمهوري، وكذلك كانوا مقربين لأحمد علي عبد الله صالح الأبرز للرئيس المخلوع. كذلك أنا أؤكد عندما نؤكد أن الحوثيين الذين يتهربون يقولون موت الأمريكا والموت لإسرائيل هم يحظون برعاية دولية، لأن الغرب دائما ما يريد عندما يحدث الفتن في الوطن العربي يدعم الأقليات في أي مكان، فهم مدعومين دوليا وشعارهم زيفا. وهناك بحوثات ستخرج للعلن ما علاقتهم سواء بالغرب، ما علاقتهم بالسفارات الغربية منذ نشأتهم، لأنهم يدعمون الأقليات في إثارة الفوضى في الوطن العربي. تفضل. نعم نبيل.